هنالك تعويل من قبل أنصار الحكومة الجديدة أو الحكومة السورية المؤقتة على التركي وعلى الأمريكي. التركي باعتبار سند قويم واستراتيجي يدعم أحمد الشرع، ومن قبله كان يدعم الائتلاف السوري المعارض والإخوان. والسلطة الموجودة حاليا في دمشق هي ائتلاف من السلفية الجهادية بقيادة أحمد الشرع ورفاقه في السلاح والجهاد سابقا وحاليا، والإخوان المسلمين. هذا الائتلاف الحاكم يختلف عن الائتلاف الذي حكم مصر بعد 2011. كمان كان ائتلاف السلفيين والإخوان، لكن الإخوان كانوا رأس السلطة. المرشد محمد مرسي اللي كان يعني العوبة أو خاتم في يد مرشد الإخوان. فوجه الاختلاف ما بين السلطتين التي حكمت مصر وجرى الإطاحة بها والتي تحكم سوريا الآن، أنه الطينة نفسها ائتلاف الإخوان مع السلفية الجهادية لكن الاختلاف أنه في سوريا رأس السلطة وعصبها السلفية الجهادية، وفي مصر كان رأس السلطة وعصبها حكم الإخوان وحكم المرشد. كان هنالك في مصر جيش وطني، جيش يحمي الدولة، انحاز للشعب ضد نظام مبارك اللي كان جزء من الجيش. مبارك كان جنرال وكان قاد السلاح الجوي أو في حرب أكتوبر. ويعني في نهاية المطاف انحاز الجيش للجماهير ضد مبارك، وانحاز الجيش للجماهير ضد حكم المرشد. هلا الإخوان وجماعة الإخوان والإسلاميين بيصنفوا الموضوع لأنه انقلاب وما بعرف شو، يعني لهم ما يشاءون من هيك توصيفات. أنا مشان هيك أشوف إنه وجه الاختلاف ما بين النظام الحاكم لدمشق والنظام الذي حكم آه، مصر والقاهرة في فترة قصيرة. يعني وقت ذاك أيضا يعني نظام حكم المرشد انفتح عليه الأمريكيين، وكان بدعم من الأمريكيين وحتى الإسرائيليين، يعني انفتحوا وكان هنالك حوارات سرية، رغم أنه مصر تربطها باتفاقية سلام مع إسرائيل، إلا أنه كان هنالك يعني شيء من التعامل اللي بيمعزل عن الدولة، وجرى يعني الكشف عنه ومحاكمة محمد مرسي الرئيس المصري الراحل الله يرحمه. يعني هون في سوريا ما في جيش وطني، وبالتالي بماذا يستقوي أحمد الشرع؟ يستقوي بالتركي، ويستقوي الآن يعني الخليج، السعودية والإمارات والأمريكيين على الداخل السوري. نفس قصة حافظ الأسد اللي كان يقدم تنازلات للخارج والداخل متروك لاستبداد وقمع نظام حافظ الأسد، ومن بعده آه، ابنه بشار الأسد. الرهان على الأمريكي والرهان على التركي، طبعا أنصار حكومة أحمد الشرع دائما بيلبسوا الثياب اللي هن بيلبسوها لأي منتقد أو لأي معارض لهذه السلطة. يعني حتى ولو ما كان معارض، كان مجرد منتقد، كان مع هذه السلطة لكن ينتقدها. يعني وحتى الآن حسب ما أراه أنه ما في تيار من التيارات المعروفة والمشهود لها واللي لها حضور ووزن سياسي لا تصنف نفسها بأنه هي تيارات معارضة للسلطة الجديدة، لكن
تنتقد، تحافظ على حق النقد. يعني مثلًا أقول يعني من حتى على مستوى الكُتّاب والمثقفين، يعني مثلًا الأستاذ حازم النهار أنا ما شُفت إنه بيصنّف نَفْسه معارض لنظام آآ أحمد الشرع رغم خطابه النقدي. التحالف الوطني الديمقراطي اللي مقره برلين، رغم الخطاب النقدي والنفس النقدي والاختلاف الجذري مع سلطة أحمد الشرع، ما بيصنف نفسه التحالف أنه قوى معارضة للنظام السوري الحالي. يعني بماذا تستقوي السلطة الحاكمة حاليا في سوريا وهي سلطة أمر واقع، طالما هي ليست سلطة منتخبة، هي سلطة أمر واقع. يعني الشرعية الوطنية، الشرعية الديمقراطية مش من الخارج، مش من الأموال التي تضخ لهذه السلطة، مش من المدائح وتغريدات دونالد ترامب يعني في هذه السلطة يعني. ودونالد ترامب معروف هو من هو يعني. الشرعية الوطنية والديمقراطية السورية تكون من الداخل السوري، مستويات الرضا عن هذه الحكومة وبما تمثله من تطلعات وآمال وطموحات الشعب السوري الذي انتفض وتمرد على النظام الاستبدادي القمعي البائد. ما جرى في دمشق في البارحة يعني من مفاوضات يعني أو جمع ما بين قسد والحكومة السورية بناء على الاتفاق المبرم بين الطرفين، وأنه محاولة إعادة النظر في البنود هذه الاتفاقية بطلب من قسد وبطلب من المجلس الوطني الكردي وبطلب يحظى بدعم كل النخب الكردية بالإجماع يعني. لأنه تلك الاتفاقية، اتفاقية قسد التي أبرمت مع أحمد الشرع في آذار الماضي، يعني بينها وبين الاستسلام شعرة مع بعض يعني الأمور التي تحفظ ماء الوجه للطرفين، لكن هو كان اتفاق نصر لأحمد الشرع، والاتفاق كان ببصمات تركية يعني. أعتقد أنه قسد راجعت نفسها و يعني انتبهت للخطأ الوطني والديمقراطي والتاريخي الفادح الذي أسقطت نفسها فيه بالتوقيع على تلك الاتفاقية. أنا كنت من ضمن المعارضين لتلك الاتفاقية لأنه هي اتفاقية استسلام. لا ميزان القوى العسكرية، لا ميزان القوى الاقتصادية في آذار، مش هلأ، في آذار، ولا الدعم الجماهيري يعني. قسد كانت تحظى باحترام حتى في الجنوب السوري، في الساحل السوري، وفي المناطق الشرقية أيضًا. هلأ قصص الفيسبوك وواحد رقاوي ببرلين أو بإيسن أو بإسطنبول أو بهولندا يطالب بسبي الكرد، هذا كلام لا يُعتد به يعني. الفيسبوكيين اللي بيهاجموا قسد من خارج مناطق سلطة قسد يعني، هذا كلام لا يُعتد به. حتى الباحثين الرقاويين أو الديريين اللي بيشتغلوا بمركز حرمون أو بالمركز العربي للدراسات والسياسات، يعني هذا معارضة هذه الجهات لقسد معروفة يعني. مش معارض لقسد كقسد، معارضة لقسد بوصفها تمثل المطالب والطموحات الكردية في حدود ما، في إطار ما، في سياق ما. هذا هو حقيقة المعارضة. المهم يبدو لي وحسب ما رشح من تلك الجلسة أنه وفد قسد رفض الاستجابة ولم يتنازل هذا الوفد عن مطالب القسد، وهي مطالب الكرد ومطالب أبناء الجزيرة
والمجلس الوطني الكردي، وأصر على تعديلات جوهرية وأساسية واستراتيجية تخدم أبناء سويدا وتخدم أبناء الساحل وتخدم أبناء سوريا وتخدم التوجه الليبرالي الديمقراطي العلماني في سوريا. ففي تقديري الآن قسد تمثل قوى استراتيجية يمكن يعني البناء عليها من القوى السورية المعارضة الأخرى خارج السلطة الحالية، اللي أنا قلت أنه هي عبارة عن ائتلاف حاكم ما بين السلفية الجهادية والإخوان بقيادة السلفية الجهادية. قسد حسب ما وأتمنى أن يكون هذا الكلام صحيحا، يعني أنه هي أصرت على المطالب وعلى تعديل بنود الاتفاق، ومن حقها أن تماطل، لأن من بدأ بالمماطلة هو النظام السوري الحالي، نظام الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع. سأقول لكم كيف. طبعا بالعودة إلى بنود ما أبرم ما بين قسد والسلطة السورية، أنه سوريا تكون تشاركية وكل الأطراف السوريين يشاركون في هذه السلطة، لكن السلطة مش بس أقصت قسد، لا، أقصت تيارات سورية أخرى عربية لكن ليبرالية، عربية لكن يسارية، عربية لكن مثلا تنتمي إلى بيئات أخرى، بيئات لها خصوصية وطنية، خصوصية ثقافية، خصوصية مذهبية كالسويدة أو الساحل السوري. جرى إقصاء كل هؤلاء. سأقول لكم يعني خروقات، نماذج من الخروقات الاستراتيجية التي يعني جعلت من اتفاق قسد وحكومة دمشق الحالية يعني حبرا على ورق. أولا، شكلت الحكومة بعد الاتفاق لجنة حوار وطني برئاسة حسن الدغيم، اللي كان يشتم أحمد الشرع شتائم وإهانات أنا أخجل من ذكرها. يعني صحيح نختلف مع أحمد الشرع، لكن أنا لا أشتمه بالشتائم التي وجهها له حسن الدغيم. شكلوا لجنة للحوار الوطني بمعزل عن أي مكون آخر من مكونات الشعب السوري. هذا كيف يكون حوار وطني؟ يعني أهلية بمحلية. بعدين برروا أنه لا، هذا مجرد حوار وطني، يعني المخرجات هذا الحوار ليس قرارات. حاولوا تركيع ولملمة الموضوع. شكلوا لجنة ما فيها ولا واحد من المكونات، عملوا مؤتمر الحوار الوطني وجابوا عملاء مخابرات تركيا من مثل شو اسمه عبد العزيز التمو. اجى حسن الدغيم يمدح عبد العزيز التمو، واثنيناتهم يعني طيزين بالباس، اثنيناتهم عملاء المخابرات التركية، اثنين الجوز. فبيجي بيمدح بمشعل التمو وشهادة وعظمة مشعل التمو، وهذا كلام صحيح، وينسب أو يعطف عبد العزيز التمو على أساس أنه هو وطني لأنه أخوه شهيد. طبعا للعلم وأنا يعني الراحل مشعل التمو كان صديق وأبنائه أيضا أصدقاء، وأنا قريبه ونحن أبناء منطقة واحدة. يعني أنا بعرف أنه عبد العزيز التمو منبوذ من عائلة مشعل التمو، كان على على قطيعة مع مشعل التمو، لكن هو حسن الدغيم حبايب، جايبينه على أساس هو يمثل المكون الكردي. يا سلام. مين كمان كان معه؟ كان معه رديف مصطفى. ورديف مصطفى أنا بعيني هي شفت تحقيقات يعني في 2007 أو 2006 في دمشق، يعني محاضر يعترف فيها
رديف مصطفى بعلاقته مع النظام السوري، وأنه كان بيكتب تقارير في منطقة كوباني على أنه يقدم دلائل وطنيته. أنا شُفتها بعيني، قريتها، يا أحد الأصدقاء المحامين قال لي: "تعال شوف رديف المصطفى الناشط الحقوقي والمدافع عن حقوق الإنسان شوف." مش بس هيك، مش بس هيك، مشعل التَّمُّ قيادات عفوًا، قيادات من حزب مشعل التَّمُّ، آخر مرّة اعتُقل فيها مشعل التَّمُّ خرج من بيت رديف مصطفى الساعة 00:00 وجرى اعتقاله على مفرق أو جسر قرقوزغ، كان في دورية أمنية بانتظاره. آخر واحد شاف مشعل التَّمُّ في موضوع الاعتقال كان رديف مصطفى. بالمجمل يعني رديف مصطفى كان عميل للمخابرات السورية، صار عميل للمخابرات التركية. عبد العزيز التَّمُّ كان بعثي وأمني، صار تركي وأمني. هدلون الجوز جابوهم على أساس أنه بيمثلوا المكون الكردي في مؤتمر الحوار الوطني، سلقوا مؤتمر الحوار الوطني وأقصوا الجميع. حال تشكيل لجنة الحوار الوطني وعقد الحوار الوطني كان انتهاك فاضح وصارخ للاتفاق المبرم ما بين قسد وحكومة أحمد الشرع على أن تكون سوريا تشاركية وكذا، من القصص الوطنية اللي أنتم بتعرفوها. مش يعني حوار وطني مزيف، يعني ما في شيء، ما كان في شيء يعكس حقيقة التنوع القومي والديني والإثني في هذا الحوار، لا على مستوى الحضور والمشاركين، لا على مستوى التوصيات، بل كان مؤتمر حوار هيك كمنصة للهجوم على قسد ومسألة الفيدرالية والانفصال والتقسيم والخزعبلات حي. بعدين شو سوى؟ الخرق الثاني الاستراتيجي بناءً على توصيات مؤتمر الحوار الوطني اللي كانوا بيقولوا إنه توصيات مش قرارات، تشكلت لجنة الإعداد للإعلان الدستوري. لجنة الإعلان الدستوري كمان كان فيها لجنة من طيف، نفس الطيف، نفس ال المنسجمين مع السلطة، سلقوا إعلان دستوري، منحوا أحمد الشرع صلاحيات تتجاوز صلاحيات حافظ الأسد، صلاحيات تتجاوز صلاحيات رجب طيب أردوغان، تتجاوز صلاحيات صدام حسين، تتجاوز صلاحيات، شو بدي أقول لكم، علي خامنئي المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران، الصلاحيات اللي بإيده يعني لا تساوي صلاحيات الممنوحة لأحمد الشرع طبقًا للإعلان الدستوري. هات خرق تاني كمان، يعني كيف إعلان دستوري بهذا الشكل يُسلق ويُطبخ ويُعرض ويُفرض. مؤتمر حوار وطني فرض، إعلان دستوري فرض، 2 خرقين فاضحين للاتفاق المبرم. كيف قصد مطماطل يعني قصد كل الحق في مراجعة بنود الاتفاق المبرم ما بين الاثنين. يعني هلا في عم يحكوا عن مسألة مجلس الشعب، مجلس شعب سوريا، مجلس الشعب السوري ثلثه سيعينه تعيين، مش انتخاب، ثلثه سيعينه أحمد الشرع، الثلثين الباقيين لا الإخوان وملاحق الإخوان. الثلث الأساسي للسلفية الجهادية ومن يوازي وشوية، يعني يسكت بهم أحمد الشرع بعض الناس ويشتري بهم ذممهم. يعني اشترى ذمة حسن الدغيم اللي كان بيعارضه ويخونه ويطالب أنصاره بترك جبهة النصرة. يعني أحمد الشرع نجح في شراء
ذمة حسن الدغيم، ما راح ينجح في شراء ذمة آخرين من الليبراليين والعلمانيين وكذا، طبعًا لأ. أنا أضمن لكم يعني إذا عرض أو أحمد الشرع عرض على علي فرزاد إنه يصير ضمن الكتلة البرلمانية، في تقديري علي فرزاد لن يرفض اللي هو بده إياها سوريا عربية أموية إلى الأبد، إلى الأبد. وإذا بترجعوا لأصول علي فرزاد ما لا عربي ولا أموي، هذا أولًا. إذا تم عرض ذلك على برهان غليون، في تقديري ربما برهان غليون أيضًا يقبل يعني يكون من ضمن كتلة أحمد شرع، فيكون يعني في هاي الكتلة شوية فنانين على شوية مثقفين على كذا، لكن الأساس العصب العقل المدبر والمسير، ما في مجال للتخيير، يعني فقط مسير هو العقل السلفي الجهادي الذي يقوده أحمد الشرع والحلقة الضيقة المحيطة بأحمد الشرع. الثلثين الباقيين كمان سيكونون منسجمين تماما مع الثلث الأول يعني. إذا عملية تشكيل البرلمان، يعني هل هنالك شيء يشبه الجبهة الوطنية التقدمية؟ لا، أسوأ من الجبهة الوطنية التقدمية، أخرى من الجبهة الوطنية التقدمية، ما في شيء يشبه حتى يعني النظام السابق على عهد الأسدين الأب والابن. هذا ألا يمكن اعتباره خرقا؟ ربما البعض يقول لا، مش خرق، اللي يحرر يقرر، واللي يحرر يبرر، من هالسخافات والكلاوات مثل ما بيقولوا الأخوة العراقيين. إذا نحن على مقربة من برلمان سوري مزيف معين، مثل ما كان الحوار السوري مزيف، الحوار الوطني، مؤتمر الحوار الوطني كان مؤتمر حوار وطني مزيف ومسيس ومجير، مثل ما كان الإعلان الدستوري إعلان مسيس مجير مزيف، أيضا الثمرة ستكون برلمان مجلس شعب سوري مجير مسيس مزيف. إزاء كل هذه الخروقات الفاضحة، يعني بدهم انه قسد تجي تستسلم لهاي الخلطة، يعني هاي الأوبي اللي تحكم سوريا. طبعا النقاط الأخرى، يعني النقطة الأساسية أنه أحمد الشرع قبل التوقيع على الاتفاق مع قسد، ويعني رغم أنه الفرنسيين والأمريكيين دائما طالبوا بالتعاون مع قسد في هالإطار، خاصة فيما يتعلق بالمواضيع الوطنية، أحمد الشرع حتى في موضوع عفرين وإعادة الكرد المهجرين إلى ديارهم، أحمد الشرع فشل في اقتلاع العمشات والبطحات والشلحات والكلسات التابعين للمخابرات التركية اللي المسيطرين على عفرين ومناطق أخرى. فشل أحمد الشرع في تطبيع الأوضاع وإعادة هذه المناطق إلى الحاضنة السورية، وإعادة المهجرين الكرد العفرينيين إلى ديارهم، إلى بساتينهم، إلى أراضيهم. طيب، في جزئية تبادل الأسرى صار في هذا الموضوع، إذا حطينا قسد بكفة وخلفيات المماطلة، وحطينا أحمد الشرع ونظامه وحكومته في كفة، وأسباب وخلفيات والخروقات، كفة من سترجح؟ كفة قسد بالإنصاف
والمعطيات ما جرى خلال هذه الفترة من آذار وحتى هذا الشهر بيحكوا عن مماطلة. حسنًا فعلت، أنا أتمنى أن يكون الموضوع صحيحًا، أتمنى إنه وفد قسد الذي ذهب إلى دمشق قال توماس باراك يعني بما معناه طز فيك، يعني شو أنت ممثل أمريكا، شو يعني ممثل أمريكا يعني؟ بدك تفرض علينا شكل سوريا، ماذا يصلح لسوريا وما لا يصلح، أنت مين حتى تحكي بهذا الموضوع؟ أنت جهة راعية، جهة داعمة، جهة يعني تمثل دولة ما، لكن أنت لست دونالد ترامب لست الإدارة الأمريكية ككل يعني. نفس قصة دونالد ترامب تكررت سابقًا في 2004 و2005 عندما كان بول بريمر موجود في العراق، المفوض السامي الأمريكي موجود في العراق، حاول يضغط على القيادة الكردية إنه الفيدرالية لا، القوات البيشمركة الكردية تندمج وتنحل في الجيش العراقي اللي كان عبارة عن ميليشيات شيعية، مثل ما الآن ميليشيات سنية تحكم دمشق، ميليشيات شيعية تحكم العراق، الجيش العراقي يعني. لكن الزعيم الكردي بنضاله، بصبره، بحكمته، طعن بول بريمر وقال له إذا بدك تحل قوات البيشمركة تفضل على كردستان حل قوات البيشمركة، وهذا كلام كان بتحدي. عندما قال الزعيم الكردي مسعود بارزاني لبول بريمر ذلك الكلام، كان يعي بأنه مكلف من السلطة الأمريكية، ومن تقف يعني الدولة التي تقف خلف بول بريمر لم ينصاع، لم يذعن الزعيم الكردي لأنه كان صاحب حق. وانقلع بول بريمر وترسخت الفيدرالية في الدستور العراقي، وقوات البيشمركة الكردية أصبحت جزءا من وزارة الدفاع، لكن مهمتها حماية إقليم كردستان الفيدرالي، رغما عن أنف الصداميين، رغما عن أنف الخمينيين الذين تحالفوا سوا ضد المطالب الكردية، مثل ما الآن أبناء بني أمية ومن والوهم متحالفين مع التركي ضد الحقوق والمطالب الكردية، مش بس ضد المطالب الكردية بل ضد مطالب أهل السويدة كمان. ومعروف الصراع العثماني وأيدي العثمانيين الملطختين وأيديهم الملطخة بدماء الدروز وأيديهم الملطخة بدماء العلويين في سوريا وفي تركيا وفي بلاد الأناضول، أيدي العثمانيين. فهنالك شيء يشبه الحقد التاريخي، الثأر التاريخي من العثمانيين القدامى والجدد ضد العلويين والدروز والكرد. لهيك بنسمع وبنشوف تكرار حلف الأقليات ضد حل السنة السوريين. طبعا هذا كلام هراء وخرافي وعاري عن الصحة. التاريخ السوري يكذب ذلك. بمقصدي من هذا الكلام أنه بإنصاف وبموضوعية وبتوازن، إذا شفنا أو إذا قارنا ما بين التعطيل الذي جرى في تطبيق الاتفاق المبرم ما بين قسد وحكومة أحمد الشرع، يعني كل المبررات والمسوغات ترجح كفة قسد، وقسد على حق في هذا الموقف، وأتمنى أن تستمر على ذلك ولا تنصاع وتأخذ من الزعيم الكردي مسعود البرزاني وتجربته مع بول بريمر قدوة وأسوة حسنة في العناد والصبر والنضال والإصرار على المطالب الكردية والمطالب السورية، لأن القسد الآن قوات سوريا الديمقراطية هي أمل لأهل السويدة كمان،
هي أمل لأهل الساحل، ولكل القوى العلمانية الديمقراطية ما عاد في شي حدا. ائتلاف الإخوان والسلفيين ابتلع المشهد أو يكاد يبتلع المشهد السوري باستثناء قسد وبعض المكونات الأخرى، وبالتالي قسد الآن لا تمثل نفسها، تمثل الخط والنهج الوطني الديمقراطي العلماني في سوريا، مش بس في مناطق الجزيرة السورية والشمال السوري، لا 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 لا، حتى في الساحل السوري، حتى في دمشق الكثير من النخب الثقافية السنية حتى يعني صاروا يميلون إلى كفة قسد لما يرونه من فظائع ترتكبها حكومة أحمد الشرع في على مجمل، يعني مش خروقات فردية، ما حدا يقول لي خروقات فردية، يعني تتحمل سلطة أحمد الشرع كل هذه التفاصيل. بعد كل هالسرد والتفاصيل اللي بيجوا بيقولوا قسد تماطل، حسنا فعلت قسد بأن ماطلت، لأنه هذا الاتفاق المبرم في آذر هو اتفاق استسلام، بينه وبين الاستسلام شعرة يعني. وكما ذكرت يعني وقت ذاك وحتى الآن قسد قوة شرق أوسطية وازنة، وقوة سورية كبرى، وقوة دولية جزء من التحالف الدولي ضد الإرهاب. الآن حكومة الشرع تجتهد، تحاول لكي تملأ الفراغ الذي ربما تتركه قسد فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب. الآن وطبقا للمعطيات تسليحا، تدريبا، التزاما، قسد أقوى من سلطة أحمد الشرع، وبالتالي ينبغي يعني الكثير يقولون هكذا كلام يلقى على عواهنه: قسد تشتري الوقت، الطرف الضعيف يشتري الوقت، والطرف الضعيف في المعادلة العسكرية حاليا هو نظام أحمد الشرع. يحاول نظام أحمد الشرع والأمريكيين من خلفهم إنهاء كل الملفات الداخلية السورية بأي طريقة لكي يبرم الشرع اتفاق سلام مع إسرائيل. هذا هو بيت القصيد، يعني بدهم ينهوا هاي المسائل كلياتها على أساس أنه الذي أبرم هذا الاتفاق حكومة مجمع عليها، قسد شريكة فيها، الأطراف الأخرى شريكة فيها، وليس الائتلاف السلفي السني الذي يحكم سوريا حاليا. هم يسعون وراء التفويض، الإجماع الوطني اللي يدعم هذه الحكومة ولو كان الموضوع شكليا. فأتمنى أن تستمر قسد في عنادها الوطني وإصرارها الوطني على المطالب وعلى تعديل بنود ذلك الاتفاق، وهو وليس قرآنا يعني، واتفاق بين طرفين سياسيين يحق للطرفين تعديل بعض البنود بما ينسجم مع الواقع الوطني والواقع المحلي ويرضي كافة الأطراف